آخر سؤال. كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية ما زاد عن قبضه؟ نعم. متى أخذوها؟ نعم. أخذ ابن عمر متى؟ ما ثبت عن فعل ابن عمر أنه كان يأخذ من اللحية. متى أخذ؟ طيب الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسعوا وقال خذ في الحج وغيره، والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. من بقيته تثبت هذا عنه؟ ومن شيبة ما أكثر الضعيف فيه. ولنتنزل معك إلى أبد الحدود. نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج، وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة. فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى. وهل قال ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة؟ نعم. طيب بما لا تحج ربك يوم القيامة؟ والله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بماذا تقول والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة وغيره من الصحابة فعل هذا؟ ما تستطيع. عرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسألها. ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول الله وقول رسوله بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال أن يطيعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك، لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد، لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص، اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذرون فيه، كما عذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى. وهذه دعها قاعدة عندك، أي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.